تمام. اول سؤال: هل تشعر بالخوف او التردد قبل اخباره برأيك الحقيقي خوفا من رد فعله او غضبه؟ هل لما انت بتتكلم او بتتكلمي مع الشخص النرجسي ايا كان النوع، حتى لو كان مديرك في الشغل، زوج، زوجة، اب، هل بتشعر بالخوف والتردد وقبل ما تكلمه علشان خايف من ردة فعلك؟ ده سؤال. السؤال التاني: بعد الجلوس مع الشخص النرجسي او الشخص المؤذي بتشعر غالبا بتقل كده، بتحس بصداع، بتحس بارهاق جسدي؟ طيب حاجه تانية، لما بيقوم ويمشي بتحس ان انت او بتحس ان انت عارفه تتنفسي؟ شعور ان انت تنفس انه مشي من جنبك او مشيت من جنبك؟ لو انت حسيت او حسيتي بالشعور ده انت محتاج حد يساعدك، او محتاج تشتغل على نفسك اكتر، او محتاج تشوف فين الحته اللي واقعه عشان نعرف نعالجها. تالت سؤال: هل بتجدي نفسك في موقف الدفاع دايما وبتحاولي اثبات براءتك قدام الشخص ده؟ وقد ايه انت حسنه النيه في الموضوع؟ تتكلمي مع شخص عادي اللي هو الشخص النرجسي او السام ويحسسك ان هو لا انت ما تقصديش كذا، وتفضلي تبرري وتشرحي والله ما قصدي، والله ما كنتش مش عارفه ايه، والله ايه والله ايه. لو بيحصل لك ده، طيب. رابع سؤال: في اسئله بتبقى كتير بس انا عشان بس ايه يعني محجمه لكم حاجات بسيطه كده تفهموا منها ايه الدنيا معاكم، ايه الموضوع عندكم. هل بتخبي عنه او بتخبي عنه نجاحك او خبر يسعدك او يفرحك خوفا من انه يقلل منه او يقلل منك؟ او بيحسدك؟ لان احيانا الاشخاص، مش احيانا، 3/4 الاشخاص النرجسيه بيحسدوا او بيقللوا. كلام في الشخصيه النرجسيه كتير جدا، بالذات لما تبقى داخل علاقات. حاولت على قد ما اقدر في البث ده ان انا الم يعني اهم المواضيع، لان في مواضيع كتير ولينا للحديث بقيه. حبيت ان انا الم على قد ما اقدر كده بعض نقاط. صدقوني لو مشيتوا على الخطوات اللي احنا قلناها مع بعض هتفرق معاكم. الرد على الاسئله ال4 اسئله دول ده بيحدد انت فين او انت فين، محتاجه ايه تساعدك ولا لا. بتمنى من قلبي ان اكون قدرت على قد ما اقدر ان اساعد ولو شخص حتى واحد موجود، او اني على الاقل بينت له الرؤيه ايه، او على الاقل حسسته ان هو ملوش ذنب في اللي بيحصل ده، بس هو ليه ذنب واحد في انه يفضل او انه يخرج. تحياتي ليكم جميعا، باي باي.